لو انت من المغرب فافتخر، ولو انت عربي يبقى لازم تفتخر، لان لولا العرب لاتأخرت نهضة اوروبا لقرون. اوروبا بنت حضارتها على اكتاف العرب والمسلمين، وهي تقريبا اللي ورثت الحضارة الاسلامية ونقلت علومها وطبقتها. فتعرف بقى ان اول جامعة في التاريخ اصلها عربي، وكانت وما زالت بالمغرب. اهلا بيكم. 200 مع محمد الزمزمي. من فترة كده كان متداول على السوشيال ميديا صورة قالوا إنها أقدم إجازة في الطب من جامعة القرويين اللي في مدينة فاس بالمغرب. والدكتور أمال جلال رئيس الجامعة في حديثه للإندبندنت عربية أكد صحة الوثيقة الموجودة من سنين طويلة جدا في متحف مدينة التاريخ العسكري في العاصمة الرباط. ومنظمة اليونسكو وموسوعة جينيس للأرقام القياسية بتأكد إن القرويين هي أول جامعة في التاريخ. فإيه حكاية جامعة القرويين؟ الموضوع بدأ ببناء جامع القرويين، ويرجع الفضل لبنائه إلى فاطمة الفهري الملقبة بأم البنين، اللي هاجرت مع أختها وأبوها الفقيه القيرواني محمد بن عبد الله الفهري. وده كان تاجر ثري من أصل حجازي، هاجر من مدينة القيروان إلى مدينة فاس واستقر هناك. الأب مات، فقررت فاطمة وأختها مريم تسخير الثروة اللي ورثوها لأعمال الخير. فقامت مريم ببناء مسجد في الأندلس، وفاطمة بنت جامع القرويين. ومش بس كده، لا، دي وقفت كل ثروتها للجامع عشان تضمن استمرارية الصيانة والإنفاق يفضل شغال على الجامع. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا. اتبنى الجامع سنة 859 ميلادية، وكان مقتصر بس على إقامة الصلاة، ومع مرور الوقت بدأت فيه حلقات الدروس. بيقول بعض المؤرخين ان انتقال الجامع الى جامعة كان بعد سنة واحدة بالظبط من بناء الجامع. ومرت الجامعة بمراحل مختلفة، من مجرد جامع بسيط الى جامعة متخصصة في كل العلوم، الطب بقى والفلك والعلوم الاسلامية وعلوم المنطق والفلسفة والحساب وغيرها كتير. طبعا زي ما قلنا كان في ثروة اوقفتها فاطمة الفهري للقرويين، لكن اثرياء المدينة على مر العصور ما سكتوش، بدأوا يكبروا الفكرة ويوقفوا مباني زيادة للجامعة اللي كبرت جدا. المؤرخ المغربي عبد الهادي التازي بيقول في كتابه عن الجامعة: لقد استغنت حتى نافست مداخيلها ميزانية الدولة نفسها، لما توفرت عليه من جليل العقار وفسيح الأرض والغابات. اضطرت الدولة أحيانا إلى الالتجاء إلى مال أوقافها لتسدد به خصاصها وتغطي به عجزها. وده دليل على قوة الجامعة دي. طب ليه بقى اتسمت بالجامعة من وقتها؟ لأنها كانت مكان فيه دروس لكل الناس، طلاب وحرفيين، وفي محاضرات للرجال والنساء والأطفال والولاة والقضاة وحتى الموسيقيين. وتخرج منها فقهاء المذاهب الفقهية السنية، والتركيز كان على المذهب المالكي لأن هو المذهب الاجتماعي السائد في المغرب. الجامعة دي ضربت مثال في التعايش ملوش مثيل، بدأ بتوافد الطلبة والمدرسين عليها من الديانات الثلاثة. فمثلا عندك اليهودي موسى ابن ميمون جه من الأندلس، درس بالقرويين في مجال الطب والفلسفة ودرس كمان فيها، وبعدين رحل للعمل في بلاط صلاح الدين الأيوبي. وكمان درس في القرويين سلفستر الثاني اللي شغل منصب البابا سنة 999 ميلادية. ويقال ان هو اللي ادخل بعد رجوعه الى اوروبا الارقام العربية، كانوا ساعتها بيستخدموا الارقام الرومانية، ويعتبر هو البابا الوحيد اللي اتقن اللغة العربية. القرويين جامعة مهمة جدا، وكان ليها دور فعال على مر العصور، ومركز للمعرفة العلمية والدينية في العالم، واستقطبت كتير من العلماء والفلاسفة. عندك مثلا ابن رشد وابن باجة ومؤرخين زي ابن خلدون، وأطباء فلاسفة زي ابن ميمون، وجغرافيين زي الإدريسي وغيرهم كتير. وتحت الفيديو ده في تعريف بالعلماء اللي درسوا في جامعة القرويين. ودور الجامعة السياسي ما يتنسيش في المغرب في مواجهة الاستعمار الفرنسي. شرارة الاحتجاجات في مواجهة الاستعمار كانت بتخرج من الجامعة دي، اللي كانت بتطالب بإنهاء الاحتلال، وكانت بتضايق الجنرالات الفرنسيين جدا وقتها، وكانوا يتمنوا انها تتقفل بأي شكل. مكتبة الجامعة فيها أكتر من 4000 مخطوطة، منها مخطوطات بيرجع تاريخها للقرن الثالث الهجري، ومخطوطات لابن سينا وابن خلدون وغيرهم كتير. الشيء الجميل هو أنه مجموعة من الأمراض اللي بدنا كنسمعوها الآن قيلت في هذا الكتاب من قبل ما يعرفوها الأوروبيين. جامعة القرويين تعتبر منارة علمية أسهمت في تطوير العلوم في العالم كله، وساعدت أوروبا في الدخول لعصر التنوير لما أنشئت فيها أول جامعة سنة 1050، وهي جامعة ساليرن في إيطاليا، بعد تقريبا 200 سنة من افتتاح جامعة القرويين. فلازم نفتخر بأن أول جامعة في العالم كانت عربية، ونتمنى أن يجي اليوم أن العرب يكون ليهم الريادة زي زمان.
ولو عايز تعرف معلومات اكتر عن جامعة القرويين ممكن تبقى تبص على المصادر، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. شكرا واشوفكم الحلقة الجاية.